السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده جاتوه الفانيليا. الناس بقى اللي ملهاش في الحلو كده وبتخاف تعمل حلويات، هنعمل اسهل وابسط طريقه ممكن تخيليها لعمل الجاتوه. هيطلع تحفه واحلى بكتير من اللي بتشتريه جاهز. وهنعمله بدقيق العادي، مش هنستخدم دقيق سبونج. وبمواد بسيطه جدا هنطلع احلى والذ واطعم جاتوه. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه قبل ما تبداي كده في عمايل الكيك، لازم تكون المكونات كلها بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش تكون في التلاجة. هننزل كده باربع حبات من البيض، عليهم رشه من الفانيليا ومعلقه صغيره من محسن الجل. على فكره لو مش موجود عندك تقدري تستغني عنه. تمام. انا عشان متوفر عندي فانا استخدمته، مش موجود خلاص هنعمله من غيره. هنخفق بقى كويس جدا، وعندي كوبايه من السكر الحبيبات، بس يفضل طبعا انه يكون ناعم ويكون لونه ابيض. وهتنزلي بالسكر كده بالتدريج على 3 مراحل، وهتخفقي لحد ما السكر يدوب تماما. واول ما ننزل بكميه السكر كلها بتحسي كده ان الخليط بدا يرتفع معاكي، هننزل بربع كوبايه من الزيت. والزيت بقى بيخلي الاسبونج ناعم جدا. جربيه بقى تحطيه، هيبقى تحفه معاكي بامر الله. وبعد ما خلطنا بقى الخليط كويس جدا هنسيبه كده على جنب، وهنشتغل في المواد الجافه. عندي كوبايه وربع من الدقيق، عليها معلقه كبيره من النشا بتخلي لون الكيكه فاتح جدا. عليها كده معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنخلطهم كويس جدا. والدقيق طبعا انا هخلاه مرتين كمان قبل ما نشتغل في عمايل الكيكه، ودي المره الثالثه. هتنزلي بقى، والخطوه دي مهمه جدا، هتنزلي بالدقيق كده بالتدريج على الخليط السائل. عايزين نحتفظ بكميه الهواء اللي جوه الكيكه، مش عايزين نخرج الهواء علشان هو ده اللي بيدي للكيكه هشاشه. تمام. وهننزل بالدقيق بالتدريج، بالسباتولا كده من تحت لفوق. يعني ما تقلبيش كده كانك بتقلبي بالمضرب، هتقلبي من تحت لفوق علشان ما تخرجيش الهواء وتحافظي على الهواء اللي جوه الكيكه. بس اتمنى ان انتوا تكملوا الفيديو معايا كده للاخر علشان ما يفوتكوش التفاصيل اللي هنتكلم عليها في الفيديو، علشان تطلعي احلى والذ واطعم جاتوه. وده بيكون بقى الخليط بتاعنا كده جاهز وتمام. في الصينيه بقى اللي هتشتغلي بيها او في الصاج اللي هتشتغلي بيه، انا هنا استخدمت صاج مقاس 30 في 40 ومسحه كده من الزيت. وهتنزلي بورق الزبده، وهتنزلي بقى بخليط الكيكه، وتتعاملي معاها بقى كده بهدوء وبالراحه علشان الهواء ما يخرجش منه، لاننا مش مستخدمين فيه بيكنج باودر كتير، احنا معتمدين على الهواء اللي داخل في الكيكه. تمام. وهندخله بقى على فرن سخن وعلى الرف اللي في النص، مش هنشغل الشوايه، هنشغل الفرن من تحت بس. بياخد حوالي من 12 ل 15 دقيقه، ما تسيبوش اكتر من كده علشان ما يقلبش معاكي بسكوت او ينشف منك. وهتسيبيه بقى وهتغطيه بورقه زبده تانية، وهتسيبيه بقى يبرد تماما. اول ما بيبرد بقى بتشيلي ورقه الزبده من عليه. شايفين بقى اللي بيطلع من الزبده ده؟ الناس اللي بتشتكي بقى من زفارة الكيكة او الكيكة بتبقى فيها زفارة، هو الوش اللي بيطلع في ورقة الزبدة ده كده بتتخلصي تماما من البيض. يعني اول ما بتشيليه كده الحمد لله بيبقى الكيكة ما فيهاش اي ريحة زفارة او ريحة مش مرغوب فيها. واهم حاجة تسيبي بقى الاسبونج بتاعك يبرد تماما قبل ما تبدأي شغل فيه. وهتغطيه كده وهتقلبيه على الناحية التانية. وبنشيل برضو ورق الزبدة ونتخلص بقى من الوش اللي طالع في الكيكة او من الطبقة الخارجية كده اللي بتبقى في الكيك. ويفضل طبعا ان انت تعملي الكيكه ديت وتسيبيها، يعني ممكن تعمليها بالليل وتشتغلي في التزيين تاني يوم او تاني يوم الصبح. اهم حاجه ان انت تسيبيها تبرد تماما وترتاح تماما. على فكره الاسبونج ده ينفع تعملي بيه السويس رول. المقادير بتاعته مظبوطه جدا وحلوه جدا، ما شاء الله، طريه وهشه حلوه قوي. ويلا بقى نعمل مع بعض الكريمه. الكريمه بقى علشان تشتغلي فيها في مدرستين. في ناس تقولك هتضيفي على الكريم شانتيه اللبن، بس طبعا انا جربت الاتنين. يفضل طبعا ان انت تستخدمي المية المتلجة. ليه؟ علشان الكريمة بتبقى مواد دهنية، ما ينفعش تحطي عليها مواد دهنية. اللبن بيبقى فيه نسبة دسم، فبتسيح منك بقى في الحر وبتفك بسرعة. فيفضل طبعا ان انت تستخدمي مية متلجة جدا، ويكون فيها كده قطع تلج كمان يفضل. وهتخفقيها كويس جدا. وهقولك بقى على الكمية المظبوطة للكريم شانتيه. يعني مثلا لكل كوباية من الكريمة البودر هتستخدمي كوبايتين من المية المتلجة. ولو انتي مش متأكدة من نوع الكريمة بتاعتك هتستخدمي لكل كوباية من الكريمة البودر هتستخدمي كوباية ونص من المية. تمام، علشان تاخدي كده قوام تقيل ومظبوط للكريمة. ويفضل طبعا ان انتي تسيبي الكريمة في التلاجة تسقع علشان تعرفي تشتغلي بيها، وخصوصا ان الجو حر دلوقتي. تمام. وفي كيس حلواني بقى كده وهتنزلي بالكريمة، والخطوة ديت بتسهل عليكي الموضوع جدا. وهتسوي بقى كده الكريمة
وهتنزلي بالطبقة التانية من الاسبونج. وما تقلقيش بقى لو حتة اتقطعت منك كده او يعني ما تقلقيش، كله هيتدارى في الاخر. وهننزل بالطبقة التانية من الكريمة، والاطراف بقى اللي فيها زوايد كده من الكريمة ما تقلقيش، كل ده هيتشال دلوقتي. اي تب عندك بقى التزيين ده براحتك، اي حاجة انت حابة تشتغلي بيها او متوفرة عندك في البيت، يعني ما تقفيش على حاجة، اي حاجة متوفرة عندك تقدري تشتغلي بيها. لو عندك المشط ده ممكن تعملي كده تموجات كده على وش الجاتو. مش عندك تقدري تستخدمي على فكرة لو شوكة، هتدي منظر حلو جدا كمان. يعني ما تقفيش على اي حاجة وما تخليش اي حاجة صعبة عليكي، اي حاجة موجودة عندك تقدري تشتغلي بيها. وهنا انا بعمل زجزاج كده او بالشكل ده، يعني اي شكل كده بسيط بحيث ان الموضوع يبقى بسيط عليكي وما يبقاش صعب. وهنشيل بقى الزوايد. وانتي بتشيلي بقى الزوايد اهم حاجة بين كل مرة والتانية هتمسحي السكينة بتاعتك، مش هينفع تشتغلي بيها وتحطيها في الناحية التانية علشان ما تبوظش معاكي الجاتوه. يعني لازم من كل مرة والتانية هتنضفي السكينة. وطبعا الزوايد اللي خرجت ديت مش هنرميها طبعا، يا اما هتاكليها كده يا اما تعملي بقى كيك بوبس. في كلتا الحالات طبعا هي حلوة جدا. وهتقطعي بقى الجاتو بتاعك، ويفضل طبعا ان انتي بعد ما تحطي عليه الكريمة تحطيه في التلاجة يسقع مرة تانية، لان طبعا احنا عارفين ان الجو حر دلوقتي والكريمة بتسيح بسرعة جدا. هتقطعيه بقى الحجم المناسب ليكي. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي اتمنى بجد ان انتوا تضغطوا لايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه يسعدني وجودكم معايا، وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. ويلا نكمل معانا الجاتوه التحفه جدا. اي حاجه بقى متوفره عندك في البيت تقدري تزيني بيها. انا هنا حطيت خدت كده شويه من الكريمه حطيت عليهم لون احمر فبيديكي اللون البينك ده. اي شكل بقى اي روزيتا انت حابه تعمليها. ممكن على فكره بدل الكريمه اللي على الوش هتحطي شوكولاته بيضه، ايا كان بقى هي في الاخر تحفه ومش مكلف وحلو جدا. حبيت كده ما اطولش الموضوع عليكم او اديكم كده الفكره مختصره، لان هو بجد حلو جدا وسهل جدا. لو انتي اول مره بقى تعملي الجاتوه بجد انصحك ان انتي تعمليه حلو قوي. وهستنى رايكم في الكومنتات وتقولوا لي جربتوه ايه رايكم فيه. التزيين ده بقى على حسب المتوفر عندك، اي حاجه موجوده عندك ما تقفيش على حاجه. ما شاء الله هش جدا وحلو جدا. اتمنى تجربوه وانتظروني بأمر الله في فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.